هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هعملكم ميك اب توتوريال لميك اب بيليق على اغلب اشكال العيون. فيلا نبدا. اول حاجه بدات بيها هي الحواجب. استخدمت جل الحواجب في الاول ورسمت بيه حواجبي، وبعد كده بدات انضف بالكونسيلر حوالين الحاجب وفوق جفن العين عشان يكون بيز للاي شادو بتاعي. بعد كده بعد ما حطيت الكونسيلر بدات ان انا ابلند الكونسيلر بتاعي بالبيوتي بلندر، او ممكن تستخدموا اي حاجه تحبوها. بعد كده بدأت أثبت حواجبي بالباودر بتاعة الحواجب عشان اللون يبقى أقوى وما تتحركش من مكانها. ودلوقتي هبتدي أبلد الاي شادو بتاعي، وهبتدي أحط طبقة فوق طبقة، فهبتدي من الفاتح للغامق. أنا هنا اخترت اللون البني، انتوا تقدروا تعملوا باللون اللي تحبوه أو اللون اللي لايق على اللبس بتاعكم، بس وقتها اللون اللي هتختاروه هتستخدموا كل الدرجات بتاعته من الفاتح للغامق. بالنسبة ليا انا اخترت البني زي ما انتوا شايفين، فعشان كده عملت بني فاتح بعدها بني اغمق شوية. وانتوا بتتفرجوا وبتطبقوا ورايا عايزاكم تركزوا شوية مع الفرش اللي بستخدمها، ان كل فرشة وليها استخدامها وليها تأثيرها، وهي اللي بتوصل الميك اب بتاعنا للفينش اللي شكله حلو. يعني اول فرشة استخدمتها كانت الفرشة الفلافية عشان خاطر توزع لي اللون في اكبر مساحة ممكنة، وعشان البيز بتاعي يكون شكله ناعم. بعد كده استخدمت فرشة مبططة شوية عشان لما احط بيها اللون بتاعي يبقى ظاهر وقوي والبيجمنت بتاعه عالي، هتخليني قادرة اتحكم اكتر في اتجاه ورسمة الشادو بتاعي. هنا كنت بدأت احط شادو اسود مخلوط بشوية بني، وبدأت ارسمه زي الايلاينر كده عشان يدي احساس بسحبة العين. وباللون اللي فاضل في الفرشة بدأت ان انا ادمجه على فوق عشان يدي احساس بالترابط شوية، وان الالوان اللي موجودة تحت هي الالوان اللي موجودة فوق، بس في نفس الوقت انا ما غمقتش اللي فوق عيني. هنا كنت محتاجة اغمق الوينج اللي عملته بالشادو، فرسمته بالكحل وبدأت ان انا ادمجه في الشادو بتاعي تاني. انا طبعا هنا مسرعة الفيديو، بس انا عايزاكم تاخدوا راحتكم في الدمج، لان هو اهم حاجة وهو اللي هيحدد الفينش بتاعكم شكله حلو في الاخر ولا شكله وحش. هنا كنت عايزة اعمل كات كريز، فعشان اعمل كده حطيت نقطة من الكونسيلر فوق جفن عيني، وبعد كده بصيت لفوق. فلما بصيت لفوق طبع في جزء معين كده فوق عيني، وبسبب الحركة دي انا بعرف المفروض ابتدي الكات كريز بتاعتي منين، عشان خاطر مش بعد ما احط الميك اب واجي ابص وافتح عيني القى نفسي ما عملتش اي حاجة خالص وراحت في عيني المبطنة مثلا. يعني بعد ما رسمت شكل الكات كريز بتاعتي دمجت الكونسيلر اللي فوق عيني عشان خاطر اشيل منه الزيادات. بعد كده رجعت احدد الخط اللي فوق عيني البني عشان اكيد هيكون اتبهدل شويه بسبب الكونسيلر، فبدات ان انا احدد الخطوط بتاعتي. اكيد مش هنسيب الكونسيلر كده اهو، فهنبتدي ان احنا نثبته باللون اللي احنا حابينه. انا هنا كنت حابه ان الدرجه بتاعتي تبقى بيج، ثبت الكونسيلر كله بالدرجه البيج بتاعتي. وبعد كده بدات احط درجه شيمر في نص عيني، بدأت احط درجة شيمر قريبة من درجة البيز بتاعي اللي هو البيج. وفي اول العين بدأت احط درجة شيمر فاتحة شوية قريبة للأوف وايت او الابيض. وفي اخر عيني بدأت احط درجة اغمق شوية من الدرجة اللي في النص. طبعا بفرشة فيها شوية بني صغيرين بنبتدي ان احنا ننضف الميك اب بتاعنا. وهنا كنت برسم الايلاينر بتاعي لان كنت محتاجة حاجة تحدد العين بشكل اكبر. بعد كده بالوايبس بدأت انضف فوق وتحت العين عشان اكمل الميك اب بتاعي. اول حاجة حطيتها هو كوريكتور للهالات، بعد كده الكونسيلر، وبدأت أدمج. طبعا يا جماعه انتوا لازم تبقوا مرطبين وشكم ومرطبين تحت عينكم قبل ما تعملوا كل الكلام ده. بعد كده استخدمت كحل اسود جوه العين وبدات ان انا ادمجه شويه مع الوينج بتاعي. بعد كده كملت الخطوات العاديه بتاعتنا، الفاونديشن، كونتور، وبلاشر. وبعد كده هنثبت البلاشر ببلاشر باودر والكونتور بكونتور باودر، وهنبتدي برضو نثبت وشنا بالباودر. بالنسبه لي انا بعشق حاجه اسمها نمش، وبجد بتليق عليا يا جماعه، فاستخدمت الدرجه اللي وريتها لكم وعملت نقط على صوابعي، وبدات ان انا اطبطب على خدي كده عشان اعمل نمش. بعد كده بدأت احدد شفايفي واحط الروج بتاعي. لو انتوا قاعدين بتطبقوا ورايا دلوقتي ما تنسوش تصوروا وتبعتولي عشان انا اكيد هبقى حابة اشوف النتيجة. بعد كده استخدمت الرموش والماسكارا ودي النتيجة.